أغلبكم تبوا تعرفوا شن درت باش ضف. تعالوا نوريكم يومي كيف شكله الفترة الصباحية مؤخرا. نوض قبل الفراريج، نوطي ساق قليل لنا 8 عند الجيم، ونتأمل شوية في المطر والأجواء الشتوية لأنها أحلى موسم في الحياة وربي. بعدين وكلها قبل ما نطلع، اليوم درت لها فراولات وطشت موزة. أول مرة تاكل فراولة بنتي، عجبتها. ودرت بروتين سموذي اليوم، لكن ما صورتهاش لأن ما عادش لحقت من كتر من العوالة والسكوات والشناطي. حرفيا عندكم علم لما نطلع من الحوش بدأت تقول أي مهاجرة. طبعا أنا نتمرر حديد، ولا الحديد ما يخليكش أندرتيكر، بل يحرق الدهون ويشد الجسم. ما نبيش نتعمق هلبة لأني مانيش كوتش ولا خبيرة، لكن عندي خبرة على دابي فحبيت أشارك بها. ما تفكريش تقيمي أي قطعة حديد بولا خاتم including الدبلة، يا إما حتفشخيهم يا إما حتفشخي عظامك. ثانك يو. ديما نبدأ بنص ساعة ماشي سريع ونص ساعة جري. خلاص لما نهبز نعرف روحنا إن توا حان وقت الحديد. بالنسبة للبنات اللي يتمرنوا في فلوريدا جيم، مش تحسبوهم جو دخلوني بكرة خاطر سواد عيوني، لا، هم فعليا مدينين عرض جديد للبنات فقط، إن فلوريدا جيم برو وفلوريدا جيم الأولى من 8 الصبح ل5:30 العشية نساء كل يوم. تخيلوا. وسمعت أخبار إن حتى يوم الجمعة بيديروا هيك، الله أعلم. نقصة الوزن بعد الولادة مش مستحيلة، عرفتوا، لكن اللي يخوف هو الترهل اللي ممكن يصير لك لأنه كان في دهون واختفت وخلت مكانها، عرفتوا. هو الموضوع يعالجه الحديد. هل جايتهم فوبيا من الحوادث اللي تصير في الصالات من الأجهزة؟ تخيلوا اكتشفت أن 90% من المصايب اللي تصير للعضلات والفدع وتشكيلات ولمات السود هادو من الأجهزة نتاع الصالة لأنها رخيصة، وفي اللي حتى تكسرت عليه روسهم. واكيد طبعا من غير السبب الواضح ان سوء الاستخدام والباستشر وكيف تحطي رجلك وانت تحطي يدك. طبعا قاعدين تشوفوا فيها ندير في تمارين تخص القسم العلوي من جسم الانسان، لان ما بوش ننتهوا زي الصوره هذه. فهمتوا عليها كيف؟ دي من الواحد يشوف جسمه شو المحتاج، يركز على منطقة معينة ولكن ما يركزش غادي بس، فهمتوا، لازم الجسم كله يتحرك. يعني you have to have a leg day. أنا طبعا أتمرن في فلوريدا جيم لأن الأجهزة متاعهم حرفيا تحل علم غمضة أصلية، وضع أصلا أول ما تعرفوا في الجيم تعرفوا أن المكان هذا بضاعة شيء. خسارة والله قررت نصور لكم في يوم ما عنديش فيه روتين البوكسينج، لكن حيجي يوم نوريكم الروتين تاعي في البوكسينج. اكتبوا لي في تعليقات لو تبوا نوريكم روتين الورك اوت بالتفصيل. يومكم جميل.